وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بالف خير. النهارده فيديو جديد ووصفه جديده من مطبخ عبير. النهارده نعمل مع بعض اكله شتويه عني انا بعشقها، جميله جدا سهله جدا واقتصاديه جدا. هنعمل مع بعض زي ما انتم شايفين كده. هنعمل مع بعض القرنبيط. جبنا قرنبيطه الحجم اللي انت عاوزاه. انا كنت جايبه قرنبيطه كبيره وعملت منها المخلل، الفيديو اللي نزلته لكم من يومين، ودي بقيتها. فجبناها وقطعناها بالشكل ده زي ما انتم شايفين كده اهوت. يعني القرنبيطه لما تكون كبيره كده بنقسمها ايه بالشكل ده كده اهو، عشان تطلع معاكي ايه شبه دجاج كنتاكي كده. هنقطعها بقى بايديكي، تقطعها بالسكينه. بصي هي سهله جدا يعني، بالتالي مش محتاجه سكينه. اهي بالشكل ده كده. هنعمل منها بقى ايه ان شاء الله؟ هنعمل منها اقراص وهنعمل منها قرنبيط اللي هو اللي عادي كده. هنقطع كده بالشكل ده. الصغنن ده بقى ده اللي هنعمله اقراص، هنسلقه وبعدين ايه شوفوا هنعمل ايه بعد كده. هنقطع بقى ايه بالشكل ده زي ما انتوا قلت لكم، مش محتاجه سكينه ولا حاجه. بس ايه يعني لو حاجه ايه زياده زي دي كده بنشيلها، بس لا اكتر ولا اقل. اهو قطعناها خلاص. هنروح بقى طبعا معلقين على حله فيها ميه هنغليها ونشوف هنحط فيها ايه. تعالوا بقى هنا الميه بتاعتنا غليت. هننزل بايه؟ هننزل بربع معلقه كمون، وطبعا ننزل بايه معلقه ملح، وهننزل بايه بمكون النهارده بجد جميل جدا. لو ضفتيه على القرنبيط هيودي القرنبيط في حته تانية خالص. هننزل بايه بشويه لبن صغيرين كده، ربع كوبايه نص كوبايه اللي موجود عندك حطيه. انا نزلت بربع كوبايه لبن عشان لو اللي ما عندوش، اللي حبه صغيرين يعني نص كوبايه او حاجه مفيش مشكله. وهنقلب بقى ايه المكونات دي كلها مع بعض بالشكل ده كده. طبعا الناس اللي عندها قولون او عندها مشكله في بطنها او في معدتها، اللبن ده طبعا يعني طبعا في ناس بتشتكي ان لما بياكلوا القرنبيط بطنهم بتتعبهم وكده. اللبن حبه اللبن اللي احنا حطيناهم دول هيفرق معانا كتير جدا. يعني اللي عنده قولون او اي حاجه ما يخافش ياكل القرنبيط وهو مغمض. طبعا الميه غليت معانا كده، بيهدي، انا قصدي يعني انه بيهدي من عمليه الحموضه والحاجات اللي بتحصل دي. هننزل بالقرنبيط بتاعنا كده بالشكل ده كده، وهنسيبه لمده 7 8 دقايق في الميه اللي بتغلي. ما نزودش عن كده عشان القرنبيط ما يتهريش مننا كده اهو بالشكل ده كده. اتفرجي بقى على احلى قرنبيط بجد ولا شفتيه في حياتك كده اهوت. ننزل بالكميه كلها. القرنبيطه اصلا يعني بقيتها كانت صغننه مش كتيره قوي. اهم حاجه ايه نغطسهم كده في الميه زي ما قلت لكم، ياخدوا من 7 ل 8 دقايق في ايه في الميه بتاعتنا اللي بتغلي دي. وبعد كده هنطلعهم على ميه بارده. اهم حاجه نطلعهم على ميه بارده عشان خاطر ايه نوقف التسويه، لان لو طلعتيه وحطيه في المصفى وسبتيه زي ما هو هيتهري منك. انما الميه البارده او الميه ساقعه بيوقف عمليه التسويه ويفضل زي ما هو معاكي كده ايه يعني جوسي وحلو كده. هيستوي بقى وبعد كده نطلعه. تعالوا بقى نعمل الخلطه اللي احنا هنعمل بيها ايه القرنبيط. خلطه بجد جباره. تعالوا بقى نشوف هنعملها ازاي. هنا خلاص بقى زي ما انتم شايفين عدت 8 دقايق زي ما قلت لكم. تختبري القرنبيط ازاي بسكينه كده وتغزيها كده في القرنبيطه. لقيتيها دخلت معاكي يبقى القرنبيط بتاعنا استوى بقى تمام. نطلعه بسرعه بقى ايه على ميه زي ما قلت لكم، ميه برد زي دي كده بالشكل ده كده. ونروح ايه ننزله له في الميه عشان خاطر نوقف عمليه التسويه كده اهوت. ونطفي بقى ايه البوتاجاز بتاعنا خلاص. المهمه بتاعت السلق خلصت خلاص. تعالوا بقى نعمل الخلطه بتاعتنا. خلطة القرنبيط بتاعتنا معانا ايه مقاديرنا ايه. معانا شبت وكزبرة، معانا كوباية حليب، معانا كوباية دقيق، معانا بيضتين. طبعا ايه لو معاكي القرنبيطة كبيرة هتبقى كوبايتين دقيق، انما احنا القرنبيطة بتاعتنا صغير. ومعانا بيضتين، ومعانا بقى معانا فصين توم مدقوقين، ومعانا البهارات بتاعتنا كزبرة وكمون وبابريق كركم وملح وفلفل اسمر. بس كده. تعالوا بقى نعمل ايه، نمشي بالتدريج كده ونشوف هنعمل ايه. هنجيب بقى البولة بتاعتنا، بس نوسع لنفسنا شويه. هنجيب البوله بتاعتنا وهننزل بالايه بالبيض بالشكل ده كده. وهنقلب ايه البيض بتاعنا كويس جدا، نخلطه كويس جدا لغايه اما ايه يبقى سايل معانا بالشكل ده كده. ضربناه كويس. هننزل بايه بكوبايه الحليب. طبعا ما عندكيش حليب حطي ميه مفيش مشكله، بس انا لقيت الحليب موجود عندي فقلت ايه نستفاد بيه، يبقى عشان تبقى وجبه ايه كامله متكامله. وهنضرب كل المكونات دي كلها مع بعض
بالشكل ده كده لغايه ما تتضرب كويس. وهننزل بالبهارات بتاعتنا بقى ايه، ملح وفلفل اسمر وكمون وكزبره. طبعا لو عايزه تحطي بابريكا حطي، مفيش مشكله، بس انا عايزه ايه، لون القرنبيط يبقى لون اللي هو الذهبي. فالكركم هيدينا نفس اللون. طبعا الكركم مفيد جدا جدا بجد والله، اللي ما يعرفوش يعني استخدميه في وصفات معاكي كتير جدا، مفيد جدا بالشكل ده كده. وهننزل بفصين الثوم، هننزل كل حاجه كده بالتدريج، ايه نضرب المكونات دي كلها كويس جدا. ونشوف بقى الملح بتاعنا. وبعد طبعا نسينا نحط ايه، معلقه خل عشان خاطر البيض، زفاره البيض. بس كده، ما تخافيش من الخل، مش هيعمل لك اي حاجه. وهنضرب كل ده مع بعض كده. وهننزل بقى ايه بالخضره بتاعتنا كده، برضو هنقلب ايه المكونات دي كلها مع بعض. وشمي بقى الروايح بقى، بجد روايح جميله جدا. وهننزل بقى ايه بعد كده بالدقيق بتاعنا. طبعا نسينا نقول في المقادير، في معلقتين نشا، نسينا في المقادير، مش قلت لكم فكروني؟ نسيت. هنقلب كل ده مع بعض كده، بس نجيب النشا الاول عشان ما ننساهوش. هننزل بايه بمعلقتين نشا عشان ايه، قرمشه القرنبيط. طبعا لما بتحطي نشا في الخليط دوت، طبعا ايه بيمنع ايه ان القرنبيط يشرب زيت، يبقى مقرمش معاك الاخر واحده. هنقعد بقى نقلب بقى الخلطه الجميله الروعه اللي لونها بجد بجد لوحه فنيه. لونها جميل جدا وريحتها وطعمها طبعا احلى واحلى. هنقلب بقى كل ده مع بعض كويس جدا جدا كده. نظبط بقى الملح بتاعنا، عايز حبه ملح صغيرين. هننزل بنص معلقه ملح كده ونقلب، ونشوف برضو ايه اتظبط ولا لا. لا خلاص كده الملح تمام. نشيل بقى كل اللي حوالينا ده كله، وبعد كده نشوف هنعمل ايه. هنا بقى خلاص زي ما انتم شايفين كده الخلطه بتاعتنا جاهزه تماما. زي ما انتم شايفين ده سمكها كده، يعني لا تقيله قوي ولا خفيفه قوي، بالشكل ده كده. هننزل بقى بالقرنبيط بتاعنا، ويا ريت نسيبه ايه يعني بتاع 5 دقايق كده جوه الخلطه الجميله دي. وبعد كده هنقلي ايه في زيت غزير. هننزل كده بالشكل ده كده اهوت، نغطس القرنبيطه كده في الخلطه الروعه الجميله اللي ريحتها بجد جايبه لاخر الدنيا كده اهو بالشكل ده كده. وهنسيبها لمده 5 دقايق لحد ما الايه الزيت بتاعنا ايه يسخن. وبعد كده نسقطه جوه الزيت. تعالوا بقى نروح على البوتاجاز عشان ننقل ايه القرنبيط القمر ده معانا كده. انتوا شايفين كده جبنا طاسه طبعا وحطينا فيها زيت وسيبناه يسخن تماما. وهننزل بالايه بالقرنبيط بتاعنا بقى بالشكل ده كده، ونقول بسم الله كده ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وهننزل كده بالشكل الجميل ده كده بالقرنبيط بتاعنا. نمسك الطبق بس نقربه لحسن البوتاجاز لسه غاسلينه هيتوسخ في ساعتها اهو بالشكل ده كده. وهننزل بالقرنبيط كده واحده واحده، ونسيب ايه يعني ما نزنقهمش جنب بعض عشان خاطر يستووا حلو. طبعا لما قعد في الخلطه الجباره دي هيدي طعم جميل جدا. اهم حاجه تسيبي القرنبيط في الخلطه دي يعني مده 5-6 دقايق كده. هننزل بقيه الكميه برده ايه، وهنخلي بقى ايه حبه كده نعمل بهم ايه راس القرنبيط، لان عندي ابني من عشاق راس القرنبيط يعني اكتر من القرنبيط نفسه. هنقلب بالشكل ده كده اهوت، ونعلي بس البوتاجاز شويه. هياخد لون ذهبي من تحت، نقلبه على ايه على الوش التاني. في مكان فاضي اهو نحط فيه برضو. خلاص كده كفايه. لا في مكان فاضي اهو كمان هنحط كمان واحده. هنا خلاص زي ما انتم شايفين كده القرنبيط بتاعنا خد اللون الذهبي الجميل ده. هنطلعه بقى على طول عشان ما يتحرقش معانا. شايفين الجمال بجد والله، بصي الجمال بجد عدى الوصف. طبعا هنطلعه على مصفى زي ما انتم شايفين كده عشان ايه يصفي الزيت اللي فيه بالشكل ده كده. وهننزل بقى بايه بقيه الكميه اللي احنا حاطينها ايه في الخلطه الروعه بتاعتنا دي. هننزل ايه في الزيت بتاعنا كده
اهم حاجه نسمي الله كده ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اذكري الله على طول وانت بتعملي اي حاجه في الاكل، في اي حاجه في البيت، هتلاقي البركه بتعم مع البيت كله. طول ما انت واقفه كده تقولي ايه سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. بالشكل ده كده ايه، انا علي النار بقى. انا كنت هديت النار عشان القرنبيط ما يتحرقش من هنا. نحمر ده وبعد كده ايه هنروح نعمل بقى ايه في الخلطه دي. نحط القرنبيط اللي هو الباقي ده ونهرسه فيه ونعمل اقراص بقى. خلاص خلصنا القرنبيط، هنخش بقى على راس القرنبيط. زي ما قلت لكم ضربناه ضربه جامده جدا، وهننزل ايه بقرص قرص كده زي بتاع الطعميه بالظبط. ننزل كده ايه بالكبشه كده ونبطط كده عشان تستوي حلو من جوه. كفايه كده عشان ايه ما تلزقش في بعضها وتستوي حلو وتحمر من تحت. نقلبها على الوش التاني وبعد كده نطلعها في نفس المصفى برضه عشان ما تشربش زيت معانا. اول ما تطلع بقى من المصفى هنقدمه بقى في طبق التقديم كده. ده بقى شكل القرنبيط بعد ما قليناه. بجد والله اللون والشكل والطعم روعه روعه روعه. طبعا زي ما قلت لكم مقرمش جدا، مش شارب زيت خالص زي ما انتم شايفين كده. انا لا حطيت ورق مناديل ولا حطيت اي حاجه، يا دوبك حطيته في الايه في المصفى. لو في زيت ولا حاجه نقط صغيره كده تنزل. طبعا معلقه النشا فرقت كتير جدا. تعالوا بقى نشوف القرمشه بتاعت القرنبيط. سامعين؟ بجد والله روعه روعه روعه. كل القرنبيط بتاعنا مش شارب زيت خالص، زي الفل، جميل جدا. جربوا الوصفه دي جميله جدا، بالذات في الشتاء بتبقى روعه وبتاكل كده. يعني بقى هاتي بقى ايه 10 رغيف 15 رغيف كده واقعدي كلي مع اولادك كده وعيشي حياتك. طبعا معانا المخلل القمر اللي احنا كنا مخلينه مع بعض. طبعا بقى لو عجبتكم الوصفه متنسوش بقى اللايك والشير والاشتراك في القناه عشان يوصلوك كل جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.